طيب الله أوقاتكم بكل خير. تزوج 2 إخوة في ليلة واحدة. تزوج 2 إخوة في ليلة واحدة، فكانت زوجة الأخ الأكبر سمراء البشرة وليست جميلة كما ينبغي، وكانت زوجة الأخ الأصغر فائقة الجمال وبشرتها بيضاء. وكان جميع الأهل يحبون زوجة الابن الأصغر ويفضلونها أكثر من الزوجة السمراء، وكانت تعامل الزوجة السمراء كخادمة في المنزل ولا يعطوها أي قيمة بسبب بشرتها. وبالرغم من كل هذه الإساءة التي كانت تتلقاها من جميع الأهل، فكانت تحترم الجميع وتصبر على إهانتهم وتعاملهم بكل حب وود. وكان الجميع يناديها بابنة العبد، ولكن هذا اللقب كان يحزنها، وكانوا إذا أرادوا التخلص منها ينادوا عليها باللقب القبيح، فتترك لهما المكان وتذهب إلى غرفتها وتغلق على نفسها الباب وتظل تبكي. وكانت زوجة الابن الأصغر هي من اختارت لها هذا اللقب ابنة العبد. فمرت الأيام وحملت الزوجتين في وقت واحد، ولكن لم تسلم من سخريتهم. وفي أحد الأيام قرر الأهل الذهاب إلى السوق لشراء لزوجة الابن الأصغر ملابس لمولودها، فطلبت الزوجة السمراء الذهاب معهم، ولكن قالوا لها لا نريد أن تذهبي معنا لأننا نخجل من الخروج معك. فمسحت دموعها وعادت إلى غرفتها، وبعد ساعات عادوا وهم يحملون الكثير من الملابس والهدايا والألعاب للمولود، وكانت تشاهدهم بحزن وقهر. وعندما سألها زوجها لماذا لم تذهبي معهم، أجابت لقد كنت تعبة، فقد أذهب في وقت آخر. لم تكن تخبر زوجها بما يحصل معها، فكانت تخشى أن تصير مشكلة ويتخانق مع أهله وأخاه. وذات مرة قالت زوجة الابن الأصغر ساخرة: سوف أنجب ولدا أبيض مثل الثلج مثل أمه أو أبوه، أو بنوتة جميلة مثل أمها، أما أنت سوف تنجبين قردا أسودا مثل أمه. وخر الجميع يضحك ويسخر، فلم ترد على حديثهم، فحبست دموعها وعادت إلى غرفة نومها. وعندما اقترب موعد الولادة وجاءهم المخاض وقاموا بإسعافها إلى المستشفى، وبعد ساعات حدث شيئا جعل الجميع في دهشة وذهول. كانت قد أنجبت الزوجة السمراء توأم صبي وفتاة، وكان أبيض البشرة وشديدين الجمال. وأنجبت الزوجة البيضاء طفلا أسود البشرة وشديد السواد. تفاجأ الجميع وغضب الزوج الأصغر وبحث عن السبب، وبعد ضغط على أهله أخبروه بما قالت زوجته قبل الولادة في بضع أيام، فقالت لقد انتقم الله لها منها، وهذا كان جزاء من يسخر من خلق الله وقدرته. فطلق الزوج الأصغر زوجته، وقام الأخ الأكبر بالانتقال من منزل أهله وعاش مع زوجته وأطفاله بعيدا عن أسرته. انتهت القصة، وأتمنى أن تنال إعجابكم، وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي للجميع.